الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفيديو إن شاء الله سوف أتحدث عن الحرب الدائرة في منطقة دول الساحل، والإجابة على بعض التعليقات على سبب الفيديو السابق. الفيديو السابق تكلمت فيه عن تداعيات الهجوم على قطر، وبعض الإخوة أرسلوا إلي بعض التعليقات وسوف أجيب عنها، وأيضا سوف أتحدث عن الحرب القائمة في منطقة الساحل. هذه الحرب هذه انتشرت بواحد الشكل كبير، نسأل الله السلامة والعافية، في عدة دول، من كاميرون، نيجيريا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، وصلت موريتانيا والسنغال، الحدود موريتانيا والسنغال حتى إلى ساحل العاج، حتى إلى آخره، حتى في الجنوب ديال مالي الآن أصبحت الحرب، وأصبحت هذه الجماعات تحاصر مالي، تحاصر اقتصاديا، ومالي راه تشتكي من الجزائر لأنها هي التي تدعم هذه الجماعات وعندها أدلة مادية كما تقول مالي. إذن هذه إن شاء الله هو الموضوع اللي غنتكلم عليه في هذا الفيديو إن شاء الله. النقطة الأولى هي نتكلموا على حصار مالي من طرف جبهة النصرة، هي الجماعات المسلحة. نتكلم أيضا على الغاز الموريتاني والسنغالي وعلاقته بالحصار على مالي، لأن هناك علاقة، وعلاقة بالجزائر وعلاقة بمالي وهذه الدول نتكلم عليه حتى هو. طبعا خطر الجماعات المسلحة على جميع الدول بما فيها المغرب، لأن هذا كل الغرب الإسلامي أصبح ما يقع في هذه المنطقة من حروب وتوسع هذه الجماعات والتعاطف ربما اللي سوف تكتسبه من الحرب على غزة، لأن الاعتداء على المسلمين من طرف إسرائيل هو يزيد من مكانته ومزيد تقرب الناس إلى هذه الجماعات، يزيد في المشاكل. رد على بعض التعليقات إن شاء الله غادي نرد عليه أيضا. تكلم على السعودية ومصر والإمارات، لأن بعض الإخوة اتهموا بأن قال لك هذا تيتعامل مع إسرائيل إلى آخره. ثم نتكلم على تقسيم بلاد المسلمين، وأن تقسيم بلاد المسلمين، قسم بلاد المسلمين أكثر من 50 دولة، وحتى الدول المقسمة يريدون تقسيمها كما هو بالنسبة للمغرب. هو هذا مخطط استعماري وتدعمه بعض الدول التي تدعي أنها مع فلسطين، وهذا نتكلم عليه حتى هو. إذن نرجع إلى حصار مالي من طرف الجماعة المسلحة بما جبهة النصرة. هما الحرب قائمة في الشمال ديال مالي، الطوارق، ثم تدخل جبهة النصرة. جبهة النصرة هذه مالي تزعم أن الجزائر من ورائها وتحركها. لماذا؟ لأن الجزائر قالت نريد الصلح مع مالي، وقالوا الماليين نحن أيضا نريد الصلح مع الجزائر، ولكن بشرط واحد، وهو أن تعطونا قادة جبهة النصرة الموجودون عندكم في الجزائر. وطبعا قادة النصرة موجودين في الجزائر، والجزائر لا تريد أن تعطيهم القادة، لأن هذه جبهة النصرة تحركها المخابرات الجزائرية كما تريد. لذلك هذا واحد معتمد عند مالي بأن الجزائر هي من وراء هذه جبهة النصرة. لماذا الجزائر هي متشبثة بقادة النصرة وبدعم جبهة النصرة، مع أن جبهة النصرة جزء من القاعدة؟ أشياء خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية عند الجزائر. الآن تستخدمها مثلا في المجلس ديال الانقلاب اللي كان في مالي، تستخدموا لأنه جا ضد الجزائر، إذن تنتقم منهم عن طريق جبهة النصرة، كما تنتقم من المغرب بواسطة ما يسمى ببليزاريو. بليزاريو شنو هو؟ البليزاريو هو جماعة صحراوية فيهم جزائريين وفيهم مغاربة وفيهم موريتانيين وفيهم ماليين وفيهم وهذا هو الشعب الصحراوي، تتقاتل به المغرب، نكاية فيه فقط. نفس الشيء مع مالي.
مالي تنتقم منها الجزائر عن طريق جبهة النصرة، ومالي قالت لهم عطونا فقط القادات اللي عندكم، وما بغاش يعطوهم لهم، والتمويلات كلها لا الغذائية ولا غيرها تأتي من الجزائر لجبهة النصرة. لكن الجزائر تستعمل جبهة النصرة في واحد مسألة أخرى. أشنا هي؟ كما تعرفون أن السنغال وموريتانيا اكتشفوا الغاز وبداو تيسوقوه، وغادي يسوقوه لمن؟ غادي يسوقوه لمالي والنيجر وبوركينا فاسو، هذه الدول المعنية بالصراع مع الجزائر. الجزائر لا تريد غازا غير غازها، بغات الغاز هي اللي تعطي الغاز لمالي وتشترط عليه الاعتراف بليزاريو، وتعطي الغاز النيجر وتشترط عليه الاعتراف بليزاريو، وبوركينا فاسو نفس الشيء، لا تريد غازا غير غازها في المنطقة. جا الآن الواقع الجديد هو جا الغاز ديال موريتانيا وديال السنغال تيدخل عن طريق الشاحنات إلى مالي. جاءت جبهة النصرة تتحاصر مالي وتقوم بقنبلة والهجوم على هذه الشاحنات بشكل مسلح بالقنابل الحية، نسأل الله السلامة والعافية، والقتل والحرب وغير ذلك. لماذا؟ لأن لا تريد الغاز ديال موريتانيا ولا ديال السنغال، والنظام الجزائري أيضا هو محساد، ما بغاش كاع أي حاجة شي خير أي بلاد، لا موريتانيا ولا السنغال ولا شي، نسأل الله السلامة والعافية. وتيحاصر الناس مساكين دابا تيعانيو في باماكو في العاصمة ديال مالي، تيحاصرهم بواحد الشكل خطير. الناس ديال باماكو راه مسلمين، يقول لا إله إلا محمد رسول الله، تيصلوا الصلاة في المسجد، تيصلوا الجمعة. كيفاش تحاصر خوتك المسلمين؟ ما فهمت، لا حول ولا قوة إلا بالله بهذه الطريقة هذه. تيقول لا غير شكون النصرة تنتمي للقاعدة. لا، القاعدة نقول لك صراحة، القاعدة ليس من أهدافها محاصرة المسلمين غذائيا ولا اقتصاديا، هذه ماشي من الأهداف ديالها. الأهداف ديالها تقلب النظام وإقامة الدولة الإسلامية على حسب ما تريد القاعدة، هذا صحيح. لكن تقول لي هما يقلبوا الشاحنات ديالهم يغازوا البترول ولا تحمل الغذاء للناس المسلمين اللي تياكلوا، هذه ماشي من الاهداف ديال القاعده. هذه اهداف ديال الجزائر، نقول لك صراحه، هذه اهداف جزائريه هي التي انتقلت من الشمال ديال مالي الى الغرب ديال مالي ثم الى الجنوب ديال مالي، بحيث اصبحت مالي دابا محاصره وفي حرب، رغم الدعم ديال روسيا وبعد داك الدرع الافريقي رغم، ولكن هذه الجماعات اصبحت خطيره على مالي. واكبر دليل ان القاده ديال جبهه النصره راه موجودين في الجزائر، وهناك عناصر، بعض الاخبار تتكون عناصر من الجيش الجزائري موجوده في النصره، كما هي عناصر من الجيش الجزائري موجوده في بليزاريو. الجزائر هذا مشكل، هذا النظام ديال الجزائر مشكل للمسلمين صراحه. كيف تحاصر مسلمان؟ اعوذ بالله، كيف تحاصر مسلمان يقول لا اله الا محمد رسول الله، تصلي الجمعه وتقرا القران في باماكو، تخلي ما توصل الماكله، ما توصل الغذاء، ما يوصلوش، ما يوصلوا الغاز، ما يوصلوا البترول، يقول لك انا مسلم. القاعده ما ديرش هذه، نقول لك بصراحه، القاعده اهدافها معروفه، ضد الانظمه، تكفر الانظمه، تقاتل الانظمه، ولكن الشعوب ما تمسش في الغذاء ديالها وفي الماكله ديالها وفي الغاز ديالها. هذه اهداف المخابرات الجزائريه، لا اقل ولا اكثر. هذا بالنسبه لهذا الغاز ديال السنغال وديال موريتانيا. الغاز في السنغال وديال موريتانيا، هو موريتانيا والسنغال بلاد ديال الاسلام، وحنا نفرحوا لهم، خصنا نفرحوا لهم، لانهم اكتشفوا الغاز، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذا الغاز ديالهم وفي المعادن ديالهم. الا كنا مسلمين، لا يؤمن احدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الا ما كنت فيك هذا الايمان، انت اصلا لا علاقة لك حتى بالإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ومالي راه عندها أدلة مادية على أن الجزائر تدعم الجماعات ديال جبهة النصرة، والجزائريين المعارضين قالوا أن جبهة النصرة صناعة ديال المخابرات الجزائرية. هذه الجزائريين قالوا هذا الكلام الرسمي. إذا ننتقل لواحد المسألة أخرى، الرد على بعض التعليقات.
بعض الإخوة قالوا بأن لا، هاد الناس خدلوا فلسطين بحال مثلا السعودية والإمارات ومصر السيسي وكذا خدلوا وكذا. أنا الحقيقة ما تكلمت على الخذلان ولا حتى شي، تكلمت على أن التحول أصبح اضطراري مضطرين، التحول أصبح إجباري. والدول الإسلامية لهم وعليهم كما يقال، لكن لا يعني هذا أصبح إجباري. مثلا السعودية الآن مهددة بلادها، بلاد الحرمين، بلاد السعودية مهددة هي نفسها بالاستعمار، بالاحتلال، خاصة وأن اليهود يقولون أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي يثرب كانت بلاد اليهود، طامعين فيها وقالوها بصريح العبارة. انت باقي عاد تقول لي ودي راه كان تيخدم، هو دابا راه تيدافع على راسو، تيدافع على بلاده أولا. بالنسبة لنفس الإمارات، بالنسبة للسيسي، السيسي راه مهدد، السيسي دابا مهدد، بيطردوا ليه الفلسطينيين باش يدير لهم واحد، يدير لهم مدينة في صحراء سيناء. مهدد بلادو مهدد. السيسي ما يقدرش ولا يكون مع إسرائيل كاع، لنفرض هذا الكلام ديالكم صحيح، ما يقدرش. على هذا راه فيه جنرالات اخرين، الشعب المصري فيه احزاب، فيه راه ما يمكنش، راه الامر تجاوز هذه المساله، هذه التحول اللي هو اجباري، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ايجابي، تجاوز هذه المرحله هذه ديال هذا راه خذلان، وهذا يخدم معاني يخدم راسو يعني. نسال الله السلامه. الا كانوا خذلوا في قطاع غزه او ما قادرينش يعاونوها، الله اعلم، هذه مسائل اخرى ممكن نتكلموا عليها في مساله اخرى، في موضوع آخر. لكن هذه المسألة تتعلق بهم هما أيضا، من المسائل اللي من باب يعني الأمانة صراحة نذكرها، أن مثلا الجزائر حاولت تقسيم المغرب، وحاول هي الآن تعمل على تقسيم مالي. وتقسيم المغرب هذا مشروع استعماري، خلينا نقولها بصراحة يعني، وإن كان الحكومة المغربية ساكتة على هذا الموضوع، هذه الحقيقة. ما بغاوش المغرب يكون دولة كبيرة ولا دولة قوية، حتى بعض الدول الاستعمارية ما تراجعوا، حتى بان لهم بأن الجزائر خطر على الأمن ديال أوروبا والخطر على الأمن العالمي، عاد تراجعوا. وكان المغرب في حرب الصحراء تيشري السلاح من السوق السوداء، حتى الدول الغربية ما بقاش معها واحد الوقت، والدول الشرقية كامل تدعم الجزائر، والمغرب تخلات عليه الدول الغربية بما فيها أمريكا في بعض الأحيان، ويشري السلاح بالكاش في السوق السوداء. وشكون اللي وقف معاه؟ وقف معاه السعوديه والامارات والخليج صراحه يعني. هذه المسائل خصنا نذكروها، ما نخجلوش من الذكر ديالها، هذه حقيقه يعني صراحه يعني. هذه خصها تذكر، ما خصهاش تسكت، لان التاريخ هذا خصو يتذكر كل شيء. الان طبعا الدول الغربيه تراجعت، لان اصبحت ارتكبت خطا كبير، لان دخول الجزائر اللي عندها موالاة مع إيران ومع المعسكر الشرقي إلى المحيط، هذا خطر على الأمن ديال الحلف الناتو اللي هو حلف أطلسي. الآن تغير كل شيء، نعم، ولكن قبل كانت مشاكل عند المغرب في هذه المسألة هذه. إذا هذا هو هذه المسألة اللي بغيت نوضحها على حسب الفيديو السابق يعني. وأشكركم، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.